يا أهلا بيكم يا أصدقائي الأعزاء في حلقة جديدة ومختلفة تماما. حلقة النهاردة مش عن علم ولا تاريخ، حلقة النهاردة عن الظلمة اللي بتستخبي ورا شاشات الموبايل واللابتوب. كلنا بنشوف يوتيوبرز بيعملوا أي حاجة عشان الترند، تحديات أكل، مقالب، فلوجات. لكن يا ترى إيه اللي يخلي يوتيوبر عايز شهرة وفلوس، عنده طموح وأحلام، يقرر فجأة إنه يدخل برجله عالم السحر الأسود؟ إيه اللي يخليه يفتح باب لو اتفتح؟ مفيش أي قوة في الكون ممكن تقفله تاني. هل هي مجرد مشاهدات؟ هل هي فلوس إعلانات؟ ولا الموضوع أكبر من كده بكتير؟ الأسئلة دي بتخلينا نفكر في طبيعة الشهرة نفسها. هل هي فعلا هدف يستاهل التضحية بكل حاجة؟ ليه يضحي البعض بعقله وبيته وحياته كلها من أجل شوية أرقام بتتزيد على شاشة؟ هل اللايك والسبسكرايب بقوا أهم من العقل والسلام النفسي؟ للأسف الإجابة عند بعض الناس كانت قرروا إنهم يمشوا في طريق نهايته معروفة، طريق مرعب ومظلم، وكل ده عشان يوصلوا لأضواء كاذبة وزائفة. الشهرة اللي كانوا بيجروا وراها اتحولت لوحش بياكل فيهم حتة حتة لحد ما مبقاش منهم أي حاجة. في الفيديو ده مش هكلمكم عن نظريات ولا تخمينات، هكلمكم عن حكايات حقيقية موثقة بفيديوهات وصور وشهادات ناس. حكايات مرعبة عن يوتيوبرز باعوا نفسهم للظلمة وفتحوا أبواب لا يجب أن تفتح أبدا، وكان الثمن غاليا جدا. ثمن ما كانش مجرد فلوس ولا وقت، الثمن كان حياتهم وعقلهم ومستقبلهم. جهزوا نفسكم عشان اللي هتسمعوه النهاردة هيخليكم تفكروا 1000 مرة قبل ما تضغطوا على أي فيديو غريب يظهر قدامكم. يلا بينا نبدأ رحلتنا في العالم المظلم ده. قصتنا الأولى بتبدأ من المغرب مع شاب اسمه آدم. آدم كان شاب عادي جدا، طموح وبيحب يوتيوب. قرر يعمل قناة، لكنه اختار نيش أو تخصص غريب شوية: الرعب. مش رعب الأفلام والألعاب، لا، الرعب الحقيقي. قناته سماها آدم الظلام، وبدأ ينزل فيديوهات عن أماكن مهجورة، قصص جن حقيقية، حاجات من النوع ده. في البداية القناة كانت ماشية ببطء زي أي قناة جديدة، لكن آدم كان مستعجل على الشهرة، كان عايز الأرقام تزيد بسرعة، عايز يبقى تريند. وهنا خد القرار اللي غير حياته للأبد. قرر إنه مش هيكتفي بالحكي عن الجن، لا، ده هيحاول يستحضرهم بنفسه قدام الكاميرا. بدأ يقرأ في كتب سحر قديمة ويجيب بخور وأدوات غريبة، وبدأ يعمل طقوس استحضار في فيديوهاته. والمفاجأة إن القناة بدأت تضرب. الناس حبت الجرأة والخطر ده، والمشاهدات زادت بالملايين. آدم حس إنه لقى الخلطة السحرية للنجاح، لكن الخلطة دي كانت سامة. في واحد من فيديوهاته عمل طقس غريب جدا في مكان مهجور بالليل. الفيديو كان غريب، الأصوات كانت مش طبيعية، والإضاءة كانت بتروح وتيجي. بعد الفيديو ده آدم اختفى. مش اختفى من على يوتيوب بس، اختفى من الحياة. قناته وقفت، حساباته على السوشيال ميديا اتقفلت، محدش سمع عنه أي حاجة لمدة شهور. متابعينه بدأوا يقلقوا وعملوا هاشتاجات يسألوا عنه، لحد ما في يوم ظهر فيديو متصور بالموبايل في شارع جانبي في مدينته. الفيديو كان بيصور آدم، لكنه ما كانش آدم اللي الناس تعرفه. كان شكله متغير، هدومه مقطعة، ماشي يكلم نفسه بصوت عالي. واحد من اللي بيصوروا قرب منه وسأله: آدم، أنت كويس؟ آدم بصله بعينين فاضية وقال جملة واحدة برعب: هم مش سايبيني. الناس اللي عرفوه قالوا إنه فقد عقله تماماً، وبقى بيقضي أيامه في الشوارع بيهادي بكلمات مش مفهومة عن كيانات بتطارده ومبتخليهوش ينام. قصة آدم الظلام كانت أول إنذار لكل اللي بيفكر يلعب بالنار دي. هو كان عايز شهرة وخدها، لكن الثمن كان عقله وحياته كلها. باع كل حاجة عشان شوية مشاهدات، وفي الآخر متبقاش منه غير ذكرى مرعبة لشاب ضيع نفسه بإيده. من المغرب بنروح لمصر، وقصة لا تقل رعبا عن قصة آدم. القصة دي بطلتها بنت اسمها روزا.
روزا كانت بنت جميلة وذكية، فتحت قناة على يوتيوب، وفي البداية كانت بتقدم محتوى عادي، نصايح للبنات، فلوجات، حاجات لطيفة. لكن القناة ما كانتش بتكبر بالسرعة اللي هي عايزاها، وزي ناس كتير قررت تغير جلدها وتدخل عالم الإثارة والغموض. بدأت روزا تعمل فيديوهات عن السحر والأبراج وقراءة تاروت. المحتوى ده لقى صدى كبير عند ناس كتير، وقناتها بدأت تكبر. لكن روزا ما كانتش مجرد واحدة بتقرأ من كتب، لا، هي كانت بتطبق. بدأت تتكلم عن أنواع السحر المختلفة، وبشكل خاص سحر قلب الحبيب. كانت بتوصف لمتابعينها إزاي ممكن يعملوا طقوس معينة عشان يجيبوا الشخص اللي بيحبوه. الموضوع كان بيجيب مشاهدات خرافية، لكنه كان بيفتح أبواب خطر جدا. روزا نفسها بدأت تتغير، نبرة صوتها، شكلها، كلامها، كل حاجة فيها بقت غامقة ومقلقة أكتر. بقت بتتكلم عن العاشق من الجن كأنه حاجة عادية، وبتحكي عن تجاربها الشخصية معاهم. الكارثة حصلت لما روزا قررت تعمل أكبر فيديو في تاريخ قناتها. أعلنت إنها هتعمل لايف، وهتنفذ فيه أقوى طقس لجلب العاشق من العالم الآخر. اللايف بدأ، وروزا كانت قاعدة في أوضة الظلمة، حواليها شموع ورموز غريبة. بدأت تقرأ تعاويذ بصوت عالي، والجو في اللايف كان متوتر جدا. فجأة وفي نص الطقس روزا صرخت صرخة مرعبة، والكاميرا وقعت على الأرض. اللايف اتقطع، الناس اللي كانت بتتفرج اتصدمت، ومحدش كان فاهم ايه اللي حصل. بعد اللايف ده بأيام ظهرت روزا في فيديو أخير. كانت منهارة تماما، بتعيط وبتقول إنها عملت غلطة كبيرة، وإن في حاجة بتطاردها وما بقتش قادرة تعيش لوحدها. كانت بترجو أي حد يساعدها. ده كان آخر فيديو لروزا. بعدها بأسبوع قناتها على يوتيوب اتحذفت بكل فيديوهاتها، حساباتها على السوشيال ميديا اختفت. روزا نفسها محدش يعرف عنها أي حاجة لحد النهاردة، كأنها فص ملح وداب. اختفت تماما بعد ما فتحت باب بإيدها، وملحقتش حتى تحاول تقفله. محطتنا الثالثة في المملكة العربية السعودية مع شاب اسمه حسام. حسام كان معروف على يوتيوب باسم حسام الظل. من الاسم واضح إنه كان بيقدم محتوى مرعب. لكن حسام كان متخصص في حاجة معينة، جلسات استحضار الجن في المقابر. كان بيروح بالليل لمقابر قديمة ومهجورة، ومعاه كاميرته وأجهزة تسجيل صوت، وبيحاول يتواصل مع سكان المقابر زي ما كان بيسميهم. فيديوهاته كانت جريئة جدا ومرعبة، وحققت له شهرة واسعة في وقت قصير. حسام كان عنده ثقة كبيرة في نفسه. كان بيقول إنه مسيطر على الوضع، وإنه بيعرف إزاي يتعامل مع الكيانات دي من غير ما يؤذي نفسه. كان بيستخدم طرق مختلفة، ساعات بالقرآن وساعات بطلاسم وحاجات غريبة بيقول إنها بتحميه. المتابعين كانوا منقسمين، ناس بتشجعه وناس بتحذره من اللي بيعمله. لكن حسام كان شايف التحذيرات دي مجرد خوف وغيرة من نجاحه. كان بيعتقد إن الخطر مجرد جزء من اللعبة اللي هو محترف فيها. اللعبة دي انتهت في فيديو واحد. حسام أعلن إنه هيروح مقبرة معروفة بإنها مسكونة بأقوى أنواع الجن. الفيديو ده كان مختلف. من أول لحظة حسام كان شكله متوتر ومش على بعضه. الأصوات اللي اتسجلت كانت أوضح وأغرب من أي مرة فاتت. في لحظة معينة في الفيديو حسام بص للكاميرا بعينين واسعة من الرعب وقال: هو هنا، الكاهن وصل. بعدها الكاميرا اهتزت بعنف، وسمعنا صوت صراخ مش إنساني، وبعدها الشاشة بقت سودة. الفيديو ده كان نهاية حسام الظل اليوتيوبر. بعد الفيديو ده بفترة انتشر خبر إن حسام تم إيداعه في مستشفى للأمراض النفسية. أهله وأصحابه اللي زاروه قالوا إنه بقى شخص تاني خالص، مبقاش يتكلم مع حد من البشر، وكل كلامه بقى موجه لكيان خفي بيشوفه هو بس. كان بيقعد بالساعات يتكلم مع الهوا، ولما حد يسأله بتكلم مين كان بيرد بهدوء مخيف: بتكلم مع الكاهن. حسام دخل العالم ده عشان الشهرة، لكنه خرج منه بضيف دائم، ضيف محدش بيشوفه غيره، ضيف سرق منه عقله وحياته، وسابه مجرد ظل إنسان كان موجود في يوم من الأيام.
من السعودية بنسافر للجزائر عشان نعرف قصة سامي الرعب. سامي كان يوتيوبر متخصص في تحديات الرعب، كان بيقتحم أماكن معروفة بأنها مسكونة زي البيوت المهجورة والمقابر القديمة، وكان بيعمل تحديات بيطلبها منه المتابعين. واحد من التحديات دي كان إنه يقضي ليلة كاملة في مقبرة يهودية قديمة ومهجورة في منطقة نائية. سامي كعادته حب يزود الإثارة، وقال إنه مش بس هيبات هناك، لا، ده هيقرأ تعويذة من كتاب سحر قديم. الكتاب اللي سامي اختاره ما كنش أي كتاب، كان كتاب بيتكلم عن سحر الكابالا، وهو نوع من أنواع السحر القديم والمعقد جدا ومعروف بخطورته الشديدة. سامي ما كنش عنده أي فكرة عن اللي بيقرأه، هو كان مجرد شاب عايز يعمل فيديو قوي يجيب مشاهدات. بدأ الفيديو وسامي دخل المقبرة بالليل، الجو كان ثقيل ومخيف. فتح الكتاب وبدأ يقرأ التعويذة بصوت عالي وواثق. الكلمات كانت غريبة ومش مفهومة، لكن سامي كان بيقرأها بحماس. في نص القراءة بدأت تحصل حاجات غريبة، الكاميرا بدأت ترعش وسمعنا صوت رياح قوية مع إن الجو كان هادي. سامي نفسه بدأ يتلخبط في الكلام وبص حواليه بخوف كأنه شاف حاجة. كمل القراءة بصعوبة وصوته كان بيترعش. بعد ما خلص قعد ساكت شوية وبعدين بص للكاميرا وقال: أنا حاسس بحاجة غريبة، حاسس إني مش لوحدي هنا. الفيديو خلص على كده وساب المتابعين في حيرة وقلق. بعد الفيديو ده سامي اختفى لمدة أسبوعين، محدش كان عارف عنه حاجة. بعدها نزل فيديو أخير على قناته، الفيديو كان مدته دقيقة واحدة بس، وكان متصور في أوضة ضلمة. سامي كان ظاهر فيه، لكن شكله كان مرعب، وشه كان شاحب، وعينيه حمرة ومليانة دموع. ما كانش بيتكلم، كان بيبص للكاميرا وبيتنفس بصعوبة شديدة كأن في حاجة بتخنقه. وبعدين بدون أي مقدمات قناته كلها اتحذفت، كل الفيديوهات، كل التحديات، كل الذكريات اتمسحت. سامي الرعب، الشاب اللي تحدى الكابالا عشان التريند، ابتلعه الظلام اللي هو استدعاه بنفسه. قصتنا الخامسة بتنقلنا لتونس الخضراء، لكن الحكاية دي ما فيهاش أي لون أخضر، كلها سواد في سواد. بطلة القصة يوتيوبر اسمها ليلي. ليلى بدأت قناتها بشكل بريء جدا، كانت بتتكلم عن الروحانيات، الطاقة الإيجابية، أنواع البخور اللي بتريح الأعصاب وتفسير الأحلام. محتوى هادي ومريح جذب ليها متابعين كتير، خصوصا من السيدات. قناتها كانت مصدر للراحة لناس كتير، وكانت بتكبر بشكل مستمر وثابت. لكن مع الوقت المحتوى بدأ ياخد منحنى غريب ومظلم. ليلى اللي كانت بتتكلم عن الطاقة الإيجابية بدأت تتكلم عن خدام البخور والروحانيات السفلية. الفيديوهات الهادية اتحولت لجلسات غريبة، وليلي بدأت تظهر في فيديوهاتها وهي بترسم طلاسم ورموز غير مفهومة على ورق. الموضوع ما بقاش مجرد كلام، لا، دي بقت بتطلب من المتابعين يشاركوا معاها في الطقوس دي. كانت بتقولهم: عشان الطاقة توصلكم رددوا الكلمات دي ورايا أو ارسموا الرمز ده عندكم في البيت. وهنا بدأت الكارثة الحقيقية. الكومنتات تحت فيديوهاتها بدأت تتملي بقصص مرعبة، ناس بتحكي إن حياتهم اتقلبت جحيم بعد ما عملوا اللي ليلي طلبته. واحد بيقول إن بيته بقى فيه أصوات غريبة بالليل، وواحدة بتحكي إنها بدأت تشوف كوابيس مفزعة كل يوم، وناس تانية بتتكلم عن مشاكل وخناقات وحوادث حصلت لهم فجأة. القناة اللي كانت مصدر للراحة اتحولت لمصدر دمار لبيوت كتير. الناس دي كانت بتثق في ليلي وعملوا اللي طلبته بحسن نية، لكنهم فتحوا على نفسهم أبواب الجحيم. لما الشكاوي كترت والقصص المرعبة انتشرت برا يوتيوب، السلطات التونسية بدأت تتحرك عشان تحقق في الموضوع. لكن قبل ما الشرطة توصل لليلي كانت اختفت، قفلت قناتها ومسحت كل أثر ليها وهربت، محدش يعرف هي راحت فين. ليلى مدركتش إنها مش بس بتأذي نفسها، دي كانت بتتجر معاها آلاف المتابعين الأبرياء للظلمة. سابت وراها الدمار وخراب في بيوت ناس كل ذنبهم إنهم صدقوها، واختفت كأنها شيطان ظهر عمل فعلته
ورجع تاني للظلام. دلوقتي هنسيب العالم العربي شوية ونروح لأوروبا وتحديداً إسبانيا. قصة اليوتيوبر كارلوس، أو زي ما كان بيسمي نفسه كارلوس الماجو نيجرو، يعني كارلوس الساحر الأسود. كارلوس كان مهووس بكل ما يتعلق بالسحر الأسود والطقوس الشيطانية. قناته كانت عبارة عن توثيق لرحلته في العالم ده. ما كانش بيخاف من حاجة، وكان بيجرب أي طقس أو تعويذة بيسمع عنها مهما كانت خطورتها. كان بيعتبر نفسه باحث، وبيقول إن هدفه هو كشف أسرار العالم الآخر. كارلوس كان بيتعمق أكتر وأكتر، بدأ يتكلم عن كيانات شيطانية بأسمائها زي بيلزبوب وأسموديوس، وكان بيحاول يتواصل معاهم. في واحد من فيديوهاته أعلن إنه هيعمل أخطر طقس في حياته. هيستحضر كيان قديم ومؤذي جدا في الفولكلور الإسباني اسمه الكوكا، وهو كيان بيخطف الأطفال ومشهور بشره. كارلوس جهز بيته كله للطقس ده، رسم دوائر حماية، جاب شموع سوداء وحط كاميرات في كل زاوية عشان يوثق كل لحظة. الفيديو الأخير لكارلوس كان عبارة عن تسجيلات الكاميرات دي. بدأ الطقس وكارلوس كان بيقرأ من كتاب قديم بلغة لاتينية. في البداية كل حاجة كانت هادية، لكن فجأة بدأت الأبواب والشبابيك في البيت تترزع بعنف مع إنها كانت مقفولة. الأضواء بدأت تطفي وتنور، وسمعنا صوت همس غريب جاي من كل حتة في البيت. كارلوس نفسه كان شكله مرعوب، وبدأ يصرخ ويطلب من الكيان ده إنه يبعد عنه. آخر حاجة سجلتها الكاميرات كانت صوت صرخة كارلوس المرعبة، وبعدها كل الكاميرات طفت في نفس اللحظة. الجيران بلغوا الشرطة بعد ما شموا ريحة حريقة جاية من بيت كارلوس. لما الشرطة ورجال الإطفاء كسروا الباب لقوا كارثة. البيت كله كان سليم، مفيش أي أثر لحريق، كل حاجة كانت في مكانها ما عدا حاجة واحدة. لقوا كارلوس في نص دايرة طقوس، جثته متفحمة بالكامل. أغرب حاجة في تقرير الطب الشرعي إن الحريق اللي حرقه كان داخلي، يعني مفيش أي مصدر نار خارجي. كل الأبواب والشبابيك كانت مقفولة من جوه. كارلوس فتح باب للكوكا، والكيان ده دخل وعمل فعلته وخرج، وساب كارلوس مجرد جثة متفحمة في بيت مقفول. بنرجع تاني للعالم العربي وتحديداً للعراق مع قصة اليوتيوبر يوسف. يوسف كان شاب شجاع ومتهور، وقناته كانت قائمة على التحديات الخطيرة، لكنه قرر ياخد التحديات لمستوى جديد تماماً. أعلن عن سلسلة فيديوهات سماها تحدي السحر السفلي في 7 أيام. فكرة التحدي كانت إنه كل يوم هيعمل طقس من طقوس السحر السفلي، أخطر أنواع السحر وأكثرها حرمانية، وهيوثق اللي بيحصله. اليوم الأول والتاني عدوا بشكل عادي نسبياً. يوسف كان بيعمل الطقوس وبيحكي عن شوية أحاسيس غريبة، أصوات خفيفة، حاجات ممكن تكون مجرد تهيؤات. لكن من اليوم الثالث الموضوع بدأ يبقى جدي. يوسف بدأ يظهر في الفيديوهات وهو مرهق جدا وتحت عينيه سواد. كان بيحكي إنه مبقاش بيعرف ينام، وإنه بيشوف خيالات سودة بتتحرك في أطراف رؤيته. صوته بدأ يتغير وبقى فيه بحة غريبة. في اليوم الخامس يوسف عمل لايف على قناته، ظهر فيه وهو في حالة انهيار تام. كان بيصرخ وبيعيط وبيقول إنه مش قادر يكمل التحدي، وإن هي حضرت ومبقتش عايزة تمشي. كان بيشاور على زاوية فاضية في الأوضة وبيقول هي هناك، شايفاني. المتابعين كانوا مرعوبين، وناس كتير نصحته يوقف اللي بيعمله ويلجأ لشيخ أو رجل دين. لكن يوسف في نص اللايف بص للكاميرا بابتسامة غريبة جدا وقال خلاص، مفيش رجوع، فاضل يومين. وقفل اللايف السادس والسابع مجوش. يوسف اختفى تماما بعد اللايف ده. قناته فضلت موجودة لكن من غير أي فيديوهات جديدة. القلق زاد جدا لحد ما أخوه الكبير نزل بوست على فيسبوك بيشرح فيه اللي حصل. كاتب إنهم لقوا يوسف في أوضته فاقد الوعي، ولما فاق ما كانش هو، بقى شخص غريب بيتكلم بصوت مش صوته وبيشير لنفسه بصيغة المؤنث. أخوه أنهى البوست بجملة مرعبة بتقول أخويا مبقاش موجود، يوسف بقى بتاعها.
الشاب اللي بدأ تحدي عشان المشاهدات انتهى كوعاء لكيان سفلي استولى على جسده وروحه. من العراق للأردن، وقصة اليوتيوبر نهى. نهى كانت بنت مهتمة جدا بعالم ما وراء الطبيعة، وقررت تشارك اهتمامها ده مع الناس على يوتيوب. عملت قناة وبدأت سلسلة فيديوهات اسمها كل يوم تعويذة. الفكرة كانت إنها كل يوم هتقدم لمتابعينها تعويذة مختلفة من ثقافات متنوعة، وتشرح معناها وطريقة نطقها. في البداية كانت بتقدم تعاويذ للحماية والحظ الجيد، والموضوع كان لطيف ومسلي. لكن مع الوقت طمع الشهرة بدأ يسيطر على نهى. بدأت التعاويذ تاخد شكل أغمق وأخطر. بقت بتقدم تعاويذ للانتقام ولإيذاء الآخرين، وتعاويذ لاستدعاء كيانات غير معروفة. كانت بتقرأ التعاويذ دي بصوت عالي وواضح في فيديوهاتها، وكانت بتشجع المتابعين يقرؤوها معاها عشان يفعلوا قوتها. ما كانتش مدركة إنها بتنشر سموم وبتفتح أبواب شر على نفسها وعلى آلاف الناس اللي بيسمعوها. الكومنتات بدأت تحكي قصص غريبة. متابعين كتير قالوا إنهم بعد ما سمعوا التعاويذ بدأت تحصلهم حاجات مرعبة. ناس سمعت أصوات همس في بيوتها بالليل بتقول نفس كلمات التعويذة. ناس تانية حلمت بكوابيس عن مخلوقات شكلها مخيف بتردد كلام نهى. نهى نفسها كانت بتغير. في فيديوهاتها الأخيرة كانت بتبان شاحبة ومذعورة، وكانت بتلفت حواليها كتير كأنها حاست بوجود حد معاها في الأوضة. الفيديو الأخير كان هو الكارثة. الفيديو كان متصور بكاميرا مهزوزة، وإنها كانت ظاهرة فيه وهي بتصرخ بهستيريا. كانت بتعيط وتقول أنا آسفة، أنا ما كنتش أعرف، هم خدوني خلاص، هم خدوني. بعدها صرخت صرخة أخيرة والكاميرا وقعت. الفيديو ده اتمسح بعد ساعات قليلة، والقناة كلها اتمسحت ما عدا فيديو واحد. فيديو غريب جدا مدته ساعة كاملة، عبارة عن شاشة سودة تماما ومفيش أي صوت. محدش يعرف إيه قصة الفيديو ده، ومحدش يعرف إيه اللي حصل لنها. كل اللي باقي منها هو الفيديو الأسود ده، كأنه شاهد صامت على النهاية المظلمة لواحدة لعبت بالتعاويذ لحد ما التعاويذ هي اللي لعبت بيها. قصتنا قبل الأخيرة بتاخدنا للبنان مع يوتيوبر اسمه ماهر. ماهر كان مختلف شوية عن باقي اليوتيوبرز اللي اتكلمنا عنهم. هو ما كانش بيحاول يستحضر شياطين أو كيانات شريرة، بالعكس قناته كانت متخصصة في تحضير الجن الطيب أو الجن المسلم زي ما كان بيسميهم. كان بيعتقد إنه بيعمل حاجة كويسة، وإنه بيساعد الناس يتواصلوا مع العالم الآخر بشكل آمن وإيجابي. كان بيستخدم آيات قرآنية معينة وبخور وأنواع من العطور، وكان بيعمل جلساته قدام الكاميرا. في البداية فيديوهات ماهر كانت هادية ومريحة. كان بيتكلم بصوت واثق وهادي، وكان بيحكي عن تجاربه الإيجابية مع أصدقائه من العالم الآخر. متابعينه كانوا بيحبوه وبيصدقوه، وكانوا بيحسوا بالأمان وهم بيتفرجوا عليه. لكن حتى النوايا الطيبة مش كفاية لما تلعب في عالم أنت مش فاهمه. ماهر كان بيفتح باب وما كنش عارف مين بالظبط اللي هيدخل منه. الجن الطيب والجن الشرير مش بيلبسوا بادجات عشان تعرف تفرق بينهم. مع الوقت بدأت تحصل حاجات غريبة في فيديوهات ماهر. ملامح وشاء كانت بتتغير فجأة في نص الكلام، كأن شخص تاني بيحاول يسيطر عليه لثواني ويرجع. في واحد من أشهر فيديوهاته كان بيتكلم عن أهمية النية الصافية، وفجأة المراية الكبيرة اللي كانت وراه اتكسرت لوحدها واتفرتكت لمليون حتة. ماهر نفسه اتخض، لكنه حاول يسيطر على الموقف وقال إن دي طاقة سلبية بتحاول تهاجمنا. لكن الخوف كان واضح في عينيه. حياة ماهر الشخصية بدأت تنهار. زوجته سابته بعد ما قالت إن البيت مبقاش يطاق، وإنها بتشوف وبتسمع حاجات مرعبة، وإن ماهر نفسه مبقاش هو الشخص اللي اتجوزته. النهاية المأساوية لماهر كانت لما جيرانه بلغوا الشرطة عنه بسبب صراخه وتكسيره في شقته. الشرطة لما وصلت لقته في حالة هياج، بيتكلم بكلام مش مفهوم وبيهاجم أي حد يقرب منه.
اتقبض عليه وقضى أسبوع في الحجز لحد ما هدي. ماهر خرج من الحجز شخص محطم وقفل قناته واختفى عن الأنظار. قصته بتعلمنا إن حتى لو نيتك كويسة، اللعب في العوالم دي عامل زي اللي بيلعب بالكهرباء وهو حافي ورجليه مبلولة. النتيجة غالبا هتكون كارثية. قصتنا الأخيرة بنختم بيها رحلتنا المرعبة وبنرجع تاني للعالم الغربي وتحديدا أمريكا مع اليوتيوبر ستيف. ستيف كان يوتيوبر طموح جدا، بيعمل فيديوهات متنوعة، مقالب، تحديات، فيلوجات، لكنه كان بيعاني من نفس المشكلة، النمو البطيء. كان بيشوف يوتيوبرز تانيين بيحققوا ملايين المشتركين وهو قناته واقفة عند آلاف. اليأس والإحباط بدأوا يسيطروا عليه لحد ما قرر يعمل أغرب حاجة ممكن حد يتخيلها. في فيديو صادم، ستيف ظهر قدام الكاميرا واعترف اعتراف خطير. قال إنه يأس من الطرق العادية وإنه قرر يلجأ لطريقة مش عادية خالص. اعترف إنه عمل عقد شيطاني. قال إنه باع روحه للشيطان مقابل أمنية واحدة، إنه يوصل ل1,000,000 مشترك على يوتيوب قبل نهاية السنة. الناس في الكومنتات افتكرته بيهزر أو بيعمل مقلب عشان الشهرة، لكن ستيف كان بيتكلم بجدية تامة وكان شكله شاحب ومختلف. والغريبة إن أمنيته بدأت تتحقق. بعد الفيديو ده، قناة ستيف انفجرت بشكل مش طبيعي. خوارزميات يوتيوب كأنها اشتغلت لصالحه. فيديوهاته بدأت تظهر لكل الناس، وأعداد المشتركين كانت بتزيد بالآلاف كل يوم. ستيف كان بينزل فيديوهات احتفالية كل ما يوصل لرقم جديد، 100,000، 500,000، 700,000. لكن مع كل فيديو كان بيبان عليه التعب والخوف أكتر. ابتسامته كانت مزيفة وعينيه كان فيها رعب دفين. كان بيحقق حلمه، لكنه كان بيموت من جوه. قبل نهاية السنة بأسبوع، ستيف وصل ل1,000,000 مشترك. نزل فيديو أخير بيشكر فيه الناس، لكنه كان أشبه برسالة وداع. قال إنه حقق حلمه، لكن الثمن كان أغلى من اللي تخيله. بعد الفيديو ده، ستيف اختفى. الشرطة راحت بيته بعد بلاغ من أهله. لقوا البيت فاضي تماماً، لكنهم لقوا الكاميرات بتاعته شغالة وبتتسجل. ولما فرغوا التسجيلات، لقوا حاجة مرعبة. الكاميرات كانت بتسجل ساعات طويلة من الأوض وهي فاضية، لكن كانوا بيسمعوا أصوات خطوات وأبواب بتتفتح وتتقفل وأصوات همس، كأن في حد عايش في البيت. ستيف نفسه مظهرش في أي تسجيل. هو وصل ل1,000,000 مشترك، والشيطان جه عشان ياخد حقه. في نهاية رحلتنا المرعبة دي، بنوصل لحقيقة واحدة واضحة ومخيفة: الشهرة والمشاهدات ممكن تكون فخ بيلمع وبيبرق، لكن اللي بيقع فيه نهايته بتكون مأساوية. القصص اللي سمعناها النهاردة مش مجرد حكايات، دي تحذيرات مكتوبة بالدم والدموع والخوف. تحذير بيقول إن اللي بيدخل عالم السحر السفلي بيبيع روحه بإيده، واللي يفتح باب للجن مش دايما بيعرف يقفله. الباب ده سهل يتفتح، لكنه مستحيل يتقفل بنفس السهولة. الشهرة مش دايما رزق، أحيانا بتكون لعنة بتخلي الإنسان يبيع أغلى حاجة عنده، عقله، سلامه النفسي، وحتى روحه، عشان شوية أرقام على شاشة. الناس دي كلها بدأت حلم الشهرة والنجاح، لكنهم اختاروا الطريق الغلط، الطريق السهل والمظلم. وفي نهاية الطريق ما كانش فيه غير الندم والضياع. افتكروا دايما إن مفيش طريق مختصر للنجاح، وإن أي حاجة بتيجي بسهولة بتروح بسهولة أكبر وبتاخد معاها حاجات تانية كتير. عشان كده خليك واعي، انتبه لما تشاهده، وانتبه أكتر للي بتفكر تجربه. ممكن تبدأ بمشاهدة فيديو من باب الفضول، وتنتهي حياتك بفيلم رعب حقيقي انت بطله الوحيد. العالم ده مش لعبة، والكيانات دي مش شخصيات في فيلم. ده واقع مظلم وخطير، واللي بيقرب منه بيتحرق. ولو عندك قصة حقيقية حصلت لك أو حصلت لحد تعرفه بسبب الفيديوهات دي أو بسبب العوالم دي، ابعتها لينا في الكومنتات أو على الإيميل اللي هيظهر على الشاشة. يمكن قصتك تكون هي الحلقة الجاية وتكون سبب في إنقاذ حد من إنه يمشي في نفس الطريق. أشوفكم على خير.